خليني أقول لك الحقيقة بكل هدوء. مش كل اللي ضحكوا معاك ينفع يكملوا الطريق معاك، وهنا الكلام عن الصحاب. في صحبة تبدأ بهزار وضحك وذكريات، وبعدين فجأة تحس إن بقيت لوحدك وإنت لسه قاعد وسطهم. مش مشكلة ولا خناقة ولا خيانة، بس مسافة كبرت من غير صوت. واحنا اتربينا إن الصحبة لازم تكمل، وإن اللي يسيب حد يبقى جاحد، وإن اللي يغير حد يبقى ناسي العشرة. بس الحقيقة إن في ناس بتكمل معاك مرحلة وبعدها تقف، مش عشان وحشين ولا علشان انت غلطان، لكن علشان الطريق اتغير. وأوقات الاختلاف مش خيانة، ده نمو. واحنا هنا في انتيكا بنحكي علشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نبدأ الحلقة. في صحاب تحس معاهم انك صغير، مش بالعمر ولا بالفكرة، لكن كل ما تحكي حاجة جديدة يحسسوك انها زيادة او اوفر، او كبرت الموضوع على الفاضي. مش لانهم بيحبوك، لكن لانهم واقفين في مكان انت مشيت منه. اوقات القعدة بتبقى تقيلة مش عشان الناس وحشة، لكن علشان انت اتغيرت. وخليني اقولك ان البلوت تويست هنا ان الصحبة اللي بتمشي مش دايما بتمشي علشان مشكلة. اوقات بتمشي علشان مفيش حاجة تكمل، مفيش كلام جديد ولا اتجاه ولا نفس الطريق. وساعتها التمسك بيبقى وجع مش وفاء. ووقت انك تسيب بهدوء ارحم من انك تكمل مجاملة. يعني من الاخر كده، انت الناس ممكن دايما يحسسوك ان انت غريب او اتغيرت او في حاجة جديدة فيك، ولكن انت اللي بتبقى اتغيرت للاحسن، واتغيرت ان انت الفكرة اللي جواك لازم تبقى احسن بكتير عن الجملة اللي فاتت. واوقات كل اللي انت كنت فيه قبل كده بيبقى دروس بتتعلمها مع الحياة، وان انت بتبني نفسك واحدة واحدة ورا التانية من تعلم الدنيا. وان الصحاب دايما بيحسسوك ان في صاحب، من الاخر يعني في صاحب يحسسك ان انت صح، وفي صاحب تاني يحسسك ان انت في حاجة غلط فيك ومتعرفش فين الصح، ولكن انت اللي تعرف الصح فين لما تعرف وتركز كويس ان الصح هنا ولا الصح هنا. وبلاش نخش الموضوع في تعميق شوية. الغريب ان اصعب حاجة مش ان الصحاب يمشوا، اصعب حاجة انك تحس بالذنب عشان اتغير، تحس انك لازم ترجع نفسك علشان ما تزعلش حد. بس السؤال اللي محدش بيسأله، هو ينفع تفضل صغير علشان ما تخسرش حد؟ وأوقات خسارة الناس سعر طبيعي لأنها تكبر. وإحساس إيجابي إن في ناس مشيت من حياتك بس سألت إنك ليك مساحة تفكر وتحاول وتغلط من غير ما تتفسر. ويمكن أول مرة تحس إنك على طريق مش محتاج تشرح نفسك. وأوقات الوحدة الهادية أزق من زحمة ما تشبهكش. واللي محدش قالهولك عن الصحاب إن اللي مكملتش مش لازم يبقى غلطان، ولا إنك تبقى جاحد، يمكن بس الطريق ما كانش واحد. ولو حسيت إنك لوحدك دلوقتي، ممكن ده مش نهاية لكن بداية لمكان أنضف. لازم تبقى عارف إن الفكرة كلها إن الصحاب بجد بجد أنت اللي بتختار الصاحب الصح. أنت اللي بتكتشف إن الصاحب ده هل صاحبك صح ولا مش صاحبك، وهل هو يا دوب العشرة أنت اللي بنقعد نتكلم فيها إن العشرة. هل أنت العشرة دي مبنية على صح ولا مبنية على غلط؟ ولو مبنية على صح، ده مكسب كبير قوي جابته الأيام ليك. ولو مبني على غلط، فانت لازم تكتشف ان اللي هو مبني على غلط، وما تكملش الغلط، لان بناء الغلط على غلط بيولد نهاية مش لطيفة. فبلاش نخش في تفاصيل كتير ممكن نتوه فيها الحلقة دي، ممكن نعمل لها حلقات تانية نستفاد منها كتير. فالحلقة الجاية هنحكي فيها عن النجاح، مش النجاح اللي بيبان، لكن النجاح اللي بيحصل ومحدش واخد باله، اللي محدش قالهولك عن النجاح. الحلقة الجاية، يلا سلام.